ازاي تعفي زوجك يا بنتي؟ بصي اسمعي مني، اعف زوجي باللي بيحتاجه زوجي، اعف زوجي بالمفتاح اللي المفروض انا عارفاه. ولو في زوجه تيجي تقول لي انا ما اناش عارفه مفتاح زوجي ايه، امسكها مش عايزه اقول لكم هعمل فيها ايه. لازم تبقي عارفه مفتاح زوجك بيتعرف بالعلاقه الخاصه. شكرا، العلاقه الخاصه هقول لكم 6 خطوات، اوعي تخلوني انسى في الاخر، قولي 6 خطوات. رقم 2، زوجك بيتعف باللقمه بالاكل، ويبقى كده يا اختي اعملي له بقى وفرع الجرجير وفرع البقدونس، تمام، تفنني احرقي الدنيا في البدايه عند امك ماشي، وتعلمي وتعالي في البيت طالما بيتعف بحاجه زي كده. رقم 3، زوجك بيتعف بالكلمه. في رجاله دلوقتي جيل كده طالع رومانسي تحفه يعني على ايامنا ما كانش موجود الجيل ده، في جيل دلوقتي طالع رومانسي جدا، والكلمه تكفيه، وعايز اللي يحتويه، وعايز مش عارفه ايه، وحب ورومانسيه. حلو، ممتاز، تمام، بيتعف بالكلمه وبالمشاعر، تمام، يبقى عفوا بالامر ده. زوجك بيتعف بمجرد الحوار، انك تسمعيه، اسمعيه. زوجك بيتعف عفته بتبقى في بيت نظيف، في لقمه حلوه، ماشي، بيت نظيف مشنتف بيبرق 10 على 10. زوجك بيحب ايه؟ اللي زوجك بيحبه هو ده اللي انت بتعمليه ده، وده مهم مهم مهم. زوجي بيتعف بالعلاقه، عفوا بالعلاقه يا بنتي. عقد الزواج تقول لك لا ما هو بمزاجي مش في كل وقت، لا، انت كاتبه عقد زواج. عقد الزواج ده من جواه كده بيتقال ان انا عامله العقد ده من ضمنا فيه ان انا اعف هذا الراجل جنسيا، واعفه جسديا، طب ومشاعريا، طب وروحا، طب وفكرا، طب وعقلا، طب وكلاما، تمام. يبقى زوجك بيتعف بالامر، والموضوع سهل وبسيط وفي ايدك، وانت المفتاح، وتعلمي